السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ استكمالا لمحاضرات او كورس الريفت بتاعنا. النهارده عايزين نبدأ نتكلم عن الماتيريال. لو احنا ركزنا كده هنلاقي ان الماتيريال بتاعتنا كلها واخدة شكل الكونكريت بس الوان مختلفة. فانا عايز اخلي المبنى بتاعي كله عن ليه ماتيريال واحد، او لو انا ما عنديش ماتيريال خالص ازاي ان انا اضيف ماتيريال. فاجي مثلا على واحد من الاستراكشر كولوم دي، وبعدين اروح اقول له سيلكت عليه. لما اعمل سيلكت عليه في قائمة البروبرتيز هنا، هاجي هنا للماتيريال اند ستراكشر، هلاقي الماتيريال اند ستراكشر هو عطالي هنا كونكريت، بس انا مش شايف اسمها كونكريت كاست ان بليس 35 ميجا باسكال. طيب اذا انا عايز اضيف هندسه ماتيريال معينه بخواص معينه انا عايزها، فاقول له من هنا كده هندسه. لو ركزت على الكرة دي كده هتلاقي هنا create and duplicate material. هقول له ليفت كليك هنا كده، انت عايز تعمل ماتيريال جديدة، انت هتدخلها له، ولا هتقول له ان عايز اعمل دوبليكيت ماتيريال من الخرسانة او من الماتيريال دي. فاقول له مثلا انا عايز اعمل دوبليكيت ماتيريال للماتيريال اللي عندي ديت، فاقول له ليفت كليك هنا كده يبدأ يكريت لي مادة جديدة او ماتيريال جديدة بنفس الاسم. طيب انا عايز اغير الاسم يا هندسة. هقول لك بقى من الاول كده، من هنا نبدأ نروح للتاب دي واحدة واحدة كده. فاول حاجه جايب لي ان النيم بتاع الماتيريال بتاعت دي كونكريت كاست ان بليس ميجا باسكال برضو 35 نفس اللي فاتت. هقول له لا، انا عايزه مثلا نفترض نفس الاسم، بس دي هقول له 25 اللي هي 250 يعني. تمام، وهمسح نمبر 1 دي. طيب هنا عندي شوية معلومات يا هندسة تكاد تكون مفيدة ليا، فواحدة واحدة كده خلينا نتعرف عليهم. مبدئيا لو انت عايز توصف الخرسانة بتاعتي دي بتاعتك، سواء هي كانت كونكريت او تقول له مثلا ان هي تحتوي على نسبة كذا من الساند ونسبة كذا من السيمنت وكذلك نسبة كذا من السن. تمام. الكلاس بتاعتي هنا لو جيت هنا الاقي كلمة كونكريت. طيب لو قلت له من هنا كده هندسة، من عند السهم ده كده عايز انزل، بدأ يقول لي هي الماتيريال بتاعتك دي جينيريك ولا جلاس ولا ليكويد ولا ماسونري ولا ميتال، ولا ايه الماتيريال اللي انت عايز تضيفها. انا حاليا عايز اضيف كونكريت، فاسيبها زي ما هي كونكريت. تمام. لو عايز اكتب لها اختصار من الكيبورد هضيف لها اختصار من الكيبورد من هنا هندسة. تمام كده. طب بقية المعلومات اللي عندي هنا هتكلم عنها بعدين. اخش بعد كده على الجرافيك. طيب لما رحت للجرافيك يا هندسة، بدأ يقول لك ان الشيدنج الظهور بتاعها هيبقى عامل ازاي، التظليل بتاعها. فاقول له مثلا من هنا ان هو الكولر ده. طيب لو قلت له هنا ليفت كليك كده يبدا يديني القائمه بتاعتي، ان انا اقول له مثلا عايز تكون الوان مختلفه. هفترض ان هي لون احمر زي ده، مفيش حاجه، مفيش كونكريت لونها احمر، لكن هنقول لون احمر عشان نعرف بس ان احنا نغير الماتيريال بتاعتي. طيب لما اجي اقول له بالنسبه للسيرفيس باترن، السيرفيس باترن ده اللي هو السطح، يعني السطح بتاع الملمس او اللي انا هشوفه بالنسبه للعنصر بتاعي يبقى عامل ازاي. هو مكتوب هنا كده باترن نان. لو جيت هنا من هنا وقلت له ليفت كليك هنا، بدا يغير لي الشكل بتاعي، او بدا يقول لي ان في عندك اختيارات ممكن انك تختار منهم. تمام. وكذلك لو قلت له الباك جراوند هتلاقيه نان برضه، لقيت نفس الكلام هنا كده. طيب ده بالنسبة للسيرفيس باترن. لو جيت هنا على الكات باترن يا هندسة، لو انت جيت تقطع في العمود او في عنصر انشائي عندك، يقول لك ان ده شكل الكونكريت اللي هيظهر لك. طب انا مش عاجبني الشكل ده، ليفت كليك عليه يا هندسة، يبدأ يفتح لك هنا اختيارات انك تغير الشكل ده لشكل تاني ايا كان ايه هو. بس هنا احنا بنختار الكونكريت عشان ده اقرب حاجة للكونكريت. تمام كده. بقول لك ان الباك جراوند بتاعته برضو عايزها تكون واخدة لون او تكون نون، بحيث انها تظهر لك التفاصيل دي. فهي معمولة لي هنا نون، وفي الأغلب إنك تسيبها نون يبقى أحسن يعني. تمام. طيب وبعدين هروح اللي بعده اللي هي الابيرنس هندسه. لما اروح للابيرنس هندسه، يبدا يقول لي ان ده شكل الماتيريال بتاعتي في الكيوبيك. طيب انا ممكن اشوفه في حاجه تانية غير الكيوبيك. هتيجي من هنا عند الكيوبيك ده كده، وبعدين تيجي على سنس، وبعدين قول له انا عايز اشوفه مثلا في السلندر، يبدا يعمل لك الشكل بتاعك كسلندر. وهكذا لو انا عايز اشوفه في اي شكل من الاشكال دي، سواء كان اوبجكت او سلندر او كيوبيك، فهسيبه كيوبيك زي ما هو. تمام كده. طيب انزل على انفورميشن بعدها هندسه، يقول لك كده هندسه هيجيب لك شويه معلومات اللي هي النيم بتاعه اللي هو نون يونيفورم، والايمج بتاعته اللي متاخده مكتوبه في الديسكريبشن، الوردز بتاعته هتلاقيه مكتوب لك سيمنت ماسونري فلور وهكذا. والكونكريت بتاعتي هتلاقي مكتوب ان الكولر بتاعها بتاع الكونكريت هو اللون ده، اللون الرمادي. ما تيجي من هنا كده وقول له نختار برضو اللون الاحمر، وبعدين قول له اوكي. بدأ يجيب لي هنا كده اللون الاحمر بتاعي. تمام. طيب تمام. بعد كده هروح للفيزيكال هندسة، ودي يعتبر مهمة بالنسبة لنا جدا كإنشائيين. هنعرف دلوقتي هي مهمة ليه. أول حاجة هو برضو جايب لك الانفورميشن بتاعت الفيزيكال بتاعتك دي،
اللي هي 35 ميجا باسكال. احنا قلنا احنا هنعدل فيها الاسم اللي هو يكون 25، ومن هنا كده هنعمل ديليت لرقم واحد ده. تمام. وبعدين اللي يهمني كله هندسة، انزل تحت كده على الميكانيكال. تمام. والبيزك سيرمال، لو ركزت في البيزك سيرمال هنا كده هيقول لك ان هو السيرمال اكسبانشن كوفيشن عطوهولك بواحد من 10,000. اذا انا عايز ازوده او اغير فيه هغير فيه. انزل بقى على الميكانيكال كده، على الخواص الميكانيكيه او الفيزيائيه للخرسانه، اللي هي ايه؟ اول حاجه اليونج مودولس يا هندسه عندك بكام؟ 29.910 ميجا باسكال. طيب إذا هو أكبر من كده هغير اليونج مودولس بتاعي، وكذلك البوزيشن ريشيو، وكذلك الشير مودولس، وكذلك دينستي. يعني معنى ذلك إن أنا أعرف أغير في الأرقام دي على حسب الخرسانة أو على حسب الماتيريال اللي موجودة عندي. فكل ماتيريال عندي لها يونج مودولس وبوزيشن ريشيو وشير مودولس ودينستي وهكذا. فالمفروض ان انا لو عندي المواصفه بتاعتي قايله لي نوع الخرسانه بتاعتي، فهبدا ان انا اغير الارقام دي كلها من هنا. تمام كده. والكونكريت يا هندسه، تعالى مثلا اقول له ان الكونكريت كومبريشن اللي هو الضغط بتاع الخرسانه هنا 35، احنا اتفقنا ان احنا عايزينه 25 ميجا باسكال. تمام. وكذلك الشير لينس او تنشال سترينث، فهبدا اضيف له من هنا كده الارقام دي على حسب المواصفه اللي عندي. تمام كده. طيب قول له هندسه ابلاي وبعدين اوكي. احنا مش شايفين حاجه يا هندسه. لو قلت له سكيب كده بدا يجيب لي العمود بتاعي انه احمر. طب اقول لك على حاجه يا هندسه، اقول له من هنا كده كليك وبعدين رايت كليك، بعدين سيلكت اول انستنس فيزبل ان فيو، حددت الاعمده اللي عندي كلها، وروح من هنا كده من عند الستراكشر ماتيريال واقول له ان انا عايزها كلها ميجا باسكال، وقول له اوكي ان هي 25 ميجا باسكال، واقول له اوكي وبعدين اقول له سكيب. بدا يجيب لي الاعمده اللي عندي كلها باللون الاحمر والخصائص اللي انا عطيتها له. طيب هو مفيش خرسانه او كونكريت لونها احمر يا هندسه، لكن احنا عاملين ده عشان حضرتك تبدا بس تفهم او يوصل لك المعلومه ان انا ممكن اغير لون الماتيريال بتاعتي على حسب، اغير في الماتيريال بتاعتي سواء كان اللون او الخصائص الميكانيكيه او الخصائص الفيزيائيه وهكذا. تمام كده. طيب تمام. هندسة عايزين نتكلم على حاجة كمان، وهي التمبلت. ازاي ان انا اضيف تمبلت، او ان انا بعد ما خلصت المنشأ بتاعي كموديلنج عايز ابدأ اخرج لوحة. هندسة اعمل الكلام ده ازاي؟ اقول لك يا هندسة، انت عايز تخرج ايه مثلا؟ فهنفترض مثلا ان انا عايز اطلع شيت يكون فيه الليفل مثلا بتاع الار سي، ويكون فيه السكاشن اللي احنا كنا عاملينها اللي هي بتاعة التسليح. فاقول له من هنا كده يا هندسة من عندي شيت. تمام. وابدا افتح شيت جديد كده من عندي شيت اول دي هندسه، اقول له رايت كليك وبعدين اقول له نيو شيت، يبدا يفتح معايا مربع حواري. المربع الحواري ده بيقول لي ايه؟ انت عايز ان التمبلت اللي هتفتح فيها هي A1 مترك؟ هقول له مثلا تمام. طب لو انا مش عايز دي، هقول له من هنا كده لودي هندسه، يبدا يفتح معايا المكتبه بتاعتي. اروح ادور على التمبلت، هندسه في المكتبه بتاعتي. لو انا عندي هنا تمبلت، وبعدين افتح له التمبلت اللي انا محتاجها او التمبلت اللي انا عاملها للشركه بتاعتي او للمؤسسه اللي انا شغال فيها، وبعدين اقول له اوبن. لكن احنا عايزين نشتغل على ال1 مترك دي، وبعدين اقول له اوكي. لما قلت له اوكي هندسه بدأ يفتح لي الفورمه بتاعه التمبلت اللي موجوده عندي. طيب لو انا عندي تمبلت معينه معمول هنا عندي، انا كاتب هنا اللوجو وكاتب هنا توصيف وكاتب هنا اسم المشروع ولو ركزت هنا في التفاصيل دي كده هتلاقي مكتوب لك هنا ايه؟ ان الاونر، مين الاونر واسم المشروع بتاعك، ولو في المقاول بتاعك والبروجكت نمبر والتاريخ، والكلام ده اترسم بواسطة مين او المكتب الاستشاري، وهكذا. عندك التفاصيل كلها، واللوحة بتاعت حضرتك طالعة عندك بالسكيل كام لكام. وتلاقيه من هنا كده هندسة بدأ يكتب لك التاريخ بتاع حضرتك، اللي هو النهارده مثلا 29/11، فهو بدأ يكتب لك التاريخ والساعة كمان اللي حضرتك عملت فيها المخطط ده او عملت فيها الشيت ده. تمام. اطلع فوق شويه كده هتلاقي بقى الطبيعي بتاع الشيتات بتاعتنا، اللي هو النمبر اللي هو هنا 1 2 3، والديسكريبشن والتاريخ بتاعنا. وهنا المفروض ان هو يكون الشعار او اللوجو بتاع الشركه، هو مكتوب لك هنا اوتوديسك طبعا. ولو في ايميل او حاجه للتواصل للكونكشن ما بين الشركات لو الشركه اللي انت بتطلع لها، وهكذا. ومكتوب هنا بقى انك ممكن تضيف العنوان ورقم الموبايل والايميل وهكذا. فدي التمبلت اللي موجوده في الريفت حاليا، لكن التمبلت دي ممكن اظبطها على الجزء اللي انا محتاجه او الحاجه اللي انا عايزها عشان تكون مناسبة للشركة بتاعتي. طيب احنا قلنا هندسة عايزين نجيب الار سي مثلا او اي ليفل من الليفلات دي والسكاشن اللي انا كنت عاملها عشان نضيفها هنا.
هتقول له مثلا يا هندسه انا عايز اجيب الار سي، فقدامي يا هندسه اروح هنا كده على الار سي وبعدين ليفت كليك عليه هندسه، اعمل دراج، وبعدين تعالى في نص البلان بتاعك او في نص التمبل بتاعتك وقول له ليفت كليك. يبدأ يحمل معاك شوية هندسة كده وبعدين يبدأ يجيب لك ايه المستطيل، الحدود بتاعت حضرتك. فاقول له مثلا انا عايز الحدود بتاعتي ديت تكون هنا كده، تمام، وبعدين اقول له ليفت كليك. لما قلت له ليفت كليك يا هندسه بيفكرني هنا ان انا اعمل سيف للبروجكت، بس انا مش عايز اعمل له سيف دلوقتي، تمام. فلما قلت له ليفت كليك يا هندسه بدا يجيب لي ان الار سي هنا البلان بتاعي موجود معايا بالاجساد بتاعه بالابعاد بتاعته وبالتوصيف بتاعه او التاجز بتاعته اللي انا كنت عاملها. طيب ممكن اضيف عليه هندسه كمان حاجات، اقول لك اه هندسه انت ممكن تضيف عليه السكاشن. يعني انا لو عايز اطلع شوب دروينج هاجي هنا بقى كده السكاشن اللي انا كنت عاملها. طب هي السكاشن اللي انا كنت عاملها فين اصلا يا هندسه؟ ركز هنا في البروجكت براوزر كده، انزل تحت انزل تحت لحد ما توصل لسيكشن. فمثلا انت كنت عامل سيكشن للبيم والقلم والفاونديشن، تمام. فاقول له من هنا كده مثلا عايز اخد السيكشن بتاع البيم ده كده، ليفت كليك عليه ودراج، بعدين قلت له ليفت كليك هنا. بيقول لك يا هندسه ان السيكشن ده حضرتك حاطه في شيت قبل موجود معايا هنا على نفس البتاع. فاقول له هو كده معنى ذلك انه بيفكرك ان السيكشن اللي حضرتك حطيته ده موجود معاك في شيت قبل كده، يعني معنى ذلك انه مش هيتحط معاك هنا، تمام كده. طيب تمام، لو ركزت فعلا كده انا كنت عامل شيت قبل كده اسمه اس دوت 1، تمام كده unnamed. فده الشيت التاني اللي احنا شغالين فيه. لو فتحت السيكشن الاولاني اللي انا كنت عامله ده اللي هو الاس 1 ده، فاقول له علمت البوزيتيف اللي هنا دي كده، بدأ يفتح لي يقول لي ان في هنا سيكشن بتاع البيم والسكشن بتاع القلم وكذلك الثلاث سكاشن الباقيين. فاقول له مثلا انا عايز اروح اقول له دبل كليك على اس 1 ده، فابص عليه كده الاقي ان الليفل بتاعي موجود هنا ايا كان ايه هو الليفل. انا بعرف حضرتك ازاي انك تخرج لوح عموما. وبعدين لقيت هنا سيكشن للبيم وسيكشن للقلم وسيكشن للفاونديشن زي ما انا كنت عامل. وهاجي من هنا كده هندسه لو انا عايز ابدا ان انا اسمي السيكشن بتاعي ده، فاقول له مثلا رايت كليك عليه واجي من هنا كده اختار له رينيم، يبدا يظهر معايا هنا الشيت بتاعي ان هو اختصاره اس 1. طيب تمام، او النمبر بتاعه اس 1، تمام مفيش مشكله، هسيب النمبر بتاعه او الاختصار بتاعه زي ما هو. لكن هاجي على unnamed دي واكتب مثلا ان هو بلان مثلا، ان هو بلان للفاونديشن بكل التفاصيل بتاعته، تمام كده. فاقول له بلان دوت فاوند، تمام، وبعدين اقول له اوكي. لما قلت له اوكي هنا ايه اللي يحصل يا هندسه؟ يبدا يغير لك الاسم معاك هنا، ويبدا يغير لك كمان الاسم معاك هنا، الاسم بتاع البلان بتاعك هنا، تمام كده. طيب التعديلات بقى اذا كانت على البروجكت نيم، فانا مثلا عايز اسمي المشروع بتاعي، فاقول له مثلا ايه ده الطحاوي هوم، وبعدين اقول له انتر يا هندسه. لما قلت له انتر بدا يغير لي اسم المشروع بتاعي، تمام. مين الاونر؟ ابدا بقى ان انا اوصف له الكلام ده. والشيت بتاعي هنا اسمه اس 1، ولو رحت على شيت 2 هتلاقي مكتوب هنا اس 2 اللي هو الاختصار بتاعك. وهكذا تبدا تغير في الاسماء بتاعت الشيتات بتاعتك وتطلع بدل الشوب درونج للوحه 3 4 لوحات او ايا كان العدد اللي انت عايزه. عايزك تركز في حاجه بس كده هندسه، لما رحت للسكشن الاولاني بدا يجيب لك ان هنا اسم المشروع بتاعك ايه؟ تحوي هوم. لو رحت له هنا الاس 2 هتلاقي برضو سمع معايا هنا، وكذلك الاونر او اللوجو لما هتحطهم على مشروع واحد فهيبدا يسمع معاك في بقيه الشيتات، فهيوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا انك هتعدل او هتعمل الكلام ده مره واحده، وبناء عليه يسمع معاك في اي شيت انت هتشتغله بعد كده، تمام. طيب تمام، عرفنا ان احنا ازاي نعمل شيت، وعرفنا ازاي ان احنا نغير الاسم بتاعه، وازاي ان احنا نعمل شوب دروينج ونخرج الابعاد بتاعتي او السكشن بتاعتي بالتسليح بتاعها والتفريد بتاعه كمان اذا انا حابب، تمام. عايز اتكلم عن حاجه تانية هندسه وهي السكشن بوكس. يعني ايه سكشن بوكس يا هندسه؟ هتيجي هنا كده هندسه من اكستنشن وبعدين تقول له من هنا كده عايز اعمل سيكشن بوكس. حضرتك عايز تعمله فين؟ بدأ يعمل لي سيكشن بوكس حوالين المبنى بتاعي كله. طيب انا عايز السيكشن بوكس ده هندسه حوالين السلم هنا كده، فاقول له من هنا ليفت كليك كده، يظهر معايا بقى اسهم في جميع الاتجاهات. يعني مثلا ظهر معايا السهم في الاتجاه ده، فاقول له اسحب معايا كده الاتجاه ده لما للسلم ده هندسه يخفي لي الجزء بتاع المبنى بتاعي اللي انا مش محدد له عليه سيكشن بوكس. وهكذا من هنا برضه هقول له ادخل من هنا كده لما للسلم بتاعي، فبدأ يعمل لي السلم بتاعي او المنشأ بتاعي للجزء اللي انا عملته بس اللي حددته له بس. طيب لو قلت له من هنا كده دراج لجوه كده، انا مش عايز اشوف الكلام ده، وكذلك مش عايز اشوف الا السلم من هنا كده. وكمان لو قلت له دراج من فوق ان انا اشوف الجزء بتاع السلم بس، فبدأ يجيب لي التفاصيل بتاعة السلم لوحدها. ان انا لو عايز اوري او اخلي العميل يشوف او اخلي
حد يتخيل جزء معين جوه، سواء كان السلم، سواء كان المطبخ للناس اللي بتشتغل المطابخ، او سواء كانت تفصيلة معمارية او انشائية جوه، عايز ان انا اخلي الاونر يتفرج عليها او يشوفها، فابدا اعمل له من هنا سيكشن بوكس. تمام كده. طيب يا هندسة، واذا انا عايز الغي السيكشن بوكس ده يا هندسة، هتقول له من هنا كده ليفت كليك، وبعدين تيجي تشيل الشيك مارك من هنا كده من جنب السيكشن بوكس، فتقول له ليفت كليك. لما اقول له ليفت كليك بدأ يرجع لي المنشأ بتاعي كله زي ما كان. تمام. فعرفنا ازاي ان احنا نعمل سيكشن بوكس، وايه وظيفته، وايه استخداماته. كمان يا هندسة لما اروح هنا كده للار سي، لما اجي هنا للستراكشرال بلان، هو انا الواجهة بتاعي المعماري او اغلب الوقت المعماري بيكون قاطع وبص تحت ولا بص لفوق؟ في الاغلب يا هندسة بيكون قاطع وبص لتحت. فعشان كده لو جيت من الاستراكشرال بلان، هتلاقي ان لو عملت من هنا ايديت طيب الفيو دايركشن هو لتحت. تمام كده. طيب اذا انا اضطريت، او انا مثلا هندسه هقطع وابص لفوق لاي تفاصيل ايا كانت، فاقول له من هنا كده ليفت كليك، بعدين اقول له اب وابلاي، يبدا بقى يبص لي لفوق. لما قلت له بص لي لفوق، بدا ان هو يخفي لي الكلام ده كده. لكن انا في الغالب ببص لتحت، لكن اذا احتجت ان انا ابص لفوق، فهغيرها من هنا من داون لي اب. تمام كده. طيب تمام. عايزين نتكلم كمان يا هندسه على الفيو رينج. يعني ايه فيو رينج يا هندسه؟ الفيو رينج ده هندسه، لو جيت من هنا كده هتبص تلاقي هنا حاجه تحت اسمها الفيو رينج. قول له ايديت كده يا هندسه، يفتح معايا مربع حواري. بيقول لك يعني ايه الفيو رينج يا هندسه؟ هروح لواحد من الاليفيشن، هقول له من هنا كده اوكي، واروح لواحد من الاليفيشن اللي هو النورث مثلا، ولنفترض انا لو قطعت مثلا هنا كده، تمام، لو قطعت المنشأ بتاعي هنا كده، الفيو رينج بتاع حضرتك عايزه فين؟ فلو قلت له مثلا انا دلوقتي عايز ارسم لاين يكون يحدد لك الفيو رينج بتاعك، فاقول له مثلا من انوتيت وبعدين لاين ديتيل، انا عايز خط تفاصيل بس مش اكتر يعني. فالفيو رينج مثلا هنفترض ان ده بالنسبه لي هو السنتر لاين. تمام. فالفيو رينج ده بيقول لك لو انت قطعت عايزه يشوف لك تحت هنا قد ايه. تمام. واعمل اسكيب، وبعدين ادخل في الامر تاني، وعايزه يشوف لك هنا فوق قد ايه. تمام كده. فدي مقدار الرؤية اللي انت ممكن تشوفها، اللي هو يقطع لما اقطع هنا حوالين السنتر يشوف لك فوق قد ايه وتحت قد ايه. طيب الكلام ده هندسة لما انت مثلا تروح لهنا كده لواحد من البلانات دي، وبعدين تقول له بالنسبة للفيو رينج اديت، ابدأ بقى بص على المربع الحواري بتاعك ده كده، وافهم شوية تفاصيل فيه. ان التوب هو الليفل ار سي. تمام كده. وان البوتوم هو برضو ار سي. انت عايز تشوف فوق الار سي قد ايه وتحت الار سي قد ايه؟ بمعنى ان هو هندسه عامل لك ان البلان اللي هو الار سي ده هو سنتر لاين، عايز تشوف قد ايه فوقه وقد ايه تحته. تمام كده. في الغالب انا هقول له مثلا لو نخلي ده متر فوق ونخلي تحت هنا عايز متر، لكن اللي عايزك تبقى متاكد منه هندسه ان هو عايزه يبقى واخد اوفست من الليفل نفسه متر. فبالنسبة للبوتوم والليفل هنا الاتنين المفروض يكونوا متساويين، يعني هما هنا سالب 120 وسالب 120، ده لو انت ركزت يعني. طيب اذا انا غيرت مثلا هنا كده اقول له سالب متر، فلازم ان الليفل بتاعي يكون هنا سالب متر. اغيرهم واقول له ابلاي، وبعدين اقول له اوكي، بحيث ان انا الفيو رينج بتاعي يكون معايا مظبوط من المقطع، اشوف التفاصيل بتاعتي زي ما انا عايز. تمام كده. كده ان شاء الله وصلنا لنهاية الكورس بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا استفادة كاملة. وإذا حد عنده أسئلة يسيبها لي سواء في الكومنتات أو يتواصل معايا، وأنا إن شاء الله أجاوبه عليها.